بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. كل حلقة بنقول اللي احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية اللي بتأثر على نتيجة المباريات. النهاردة انتهت مباراة الأهلي وبورتو البرتغال بنتيجة 4-4 لكل فريق، وكده معناها اللي الأهلي وبورتو وضعوا البطولة وصعد بالميراس وإنتر ميامي. لما نيجي نحلل نتيجة المباراة النهاردة، تعالى نتكلم الأول على الإيجابيات وبعد كده نتكلم على السلبيات. النهاردة الأهلي كان شكله غير الماتشين التانيين. الأهلي من أول الماتش وهو ماسك كورة، الأهلي من أول الماتش وهو شكله كويس. ونتيجة ده إيه؟ اللي الأهلي جاب 4 أهداف. دي إيجابية مباراة النهاردة، اللي الأهلي جاب 4 أهداف. طب في إيجابيات تانية طبعا. اللي الأهلي كان عنده ثقة في نفسه النهاردة وهو بيلعب. النهاردة الأهلي كان عنده دافع، مش بس الصعود لدور ال16، كان عنده دافع اللي هو يقدم مباراة كويسة. دي إيجابيات مباراة النهاردة. طيب في سلبيات؟ طبعا في سلبيات، والسلبيات اللي احنا من أول البطولة بنتكلموا عنها اللي هي إيه؟ لغاية دلوقتي يا جماعة احنا ما عندناش تركيز. احنا تقدمنا 4 مرات، وبعد ما بنتقدم الفرقة التانية بتتعادل. ما بنصبروش. يمكن الهدف الوحيد اللي بورتو ما ردتش علينا بسرعة فيه هو الهدف الرابع. طيب احنا ليه كل ما بنتقدم بورتو بيتعادل؟ عشان احنا ما عندناش تركيز. عندنا أخطاء بالجملة في خط الدفاع نتيجة قلة التركيز. دي سلبية، وسلبية لازم تتعدل عند النادي الأهلي. طب في سلبية تانية، سلبية واضحة، اللي احنا بنقول اللي فرقة النادي الأهلي دايما عندها تسرع. طب ليه؟ انت جبت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخدت ثقة في نفسك. ليه التسرع؟ احنا قلنا عشان تفوز ويبقى شكلك كويس اهدى في الملعب. انت ما انتش هادي خالص في الملعب. عشان تفوز خد قرار. القرارات كلها في آخر 30 دقيقة كلها مش مظبوطة. أشرف بن شرقي قراراته كلها مش سليمة، جردشار قراراته كلها مش سليمة. طب ليه؟ المطلوب مننا يا جماعة اللي احنا نهدى، اللي احنا نركز شوية. ولكن بعد انتهاء المباراة احنا اللي احنا عايزين نقولوه اللي احنا فرقة لعبت كورة النهاردة، اللي احنا فرقة كنا بنواجه فرقة كبيرة كنا أحسن منها. الحظ ما سعفناش، ما فوزناش، ما صعدناش دور ال16، ولكن الأهلي كان شكله كويس عكس الماتشين التانيين. العب لعبك، انت أحسن، انت أفضل. ليه دايما بتنسى اللي انت فريق كبير؟ ليه دايما بتنسى؟ كل الحاجات دي بتخليك في بعض أحيان من الماتش اللي انت بتفقد تركيزك. لما بتفقد تركيزك بيجي فيك جون. لما بيجي فيك جون بيحصل لك حاجة غريبة خالص، تسرع رهيب الشكل. طب ليه التسرع؟ عشان نعوض، عشان نفوز. يا جماعة الماتش 90 دقيقة، انت ممكن تجيب جون في اي لحظة. اهدى شوية، اهدى. الجون بيجي في لحظة. المطلوب منك اللي انت تجمع لعب، اللي انت تجمع كورة. المطلوب منك اللي انت لما تيجي لك هجمة مش لازم تخلص من الكورة بسرعة. فكر.
هو ده اللي مطلوب مننا. المحصلة يعني أنا شايف اللاعيبة بصراحة النهاردة عملت اللي عليها. اللاعيبة كانوا رجالة، اللاعيبة بذلوا مجهود كبير جدا، اللاعيبة كانوا على قد المسؤولية، ولكن هي في النهاية كرة القدم. إن شاء الله اللي جاي أحسن، وإن شاء الله الأهلي هيبقى عنده فرقة من الموسم الجاي هتفوز على أي فريق في أفريقيا. لايك وشير وسبسكرايب في رعاية الله.